هو مش سحر ولا شعوذه، بس تعالوا اقول لكم ازاي تخسوا من غير ما تحسوا. في واحد صاحبي من زمان ما شفتوش وقابلته الاسبوع اللي فات. لما شفته قبل كده كان جسمه مليان، فلقيته خاسس، فقلت له قول لي السر في الموضوع ايه. فقال لي امتنان بقدونس والكرفس. طبعا البقدونس والكرفس يا جماعه معروف من زمان، اللي هو البقدونس لوحده والكرفس لوحده. شركه امتنان قالت لك لا بقى، احنا هنعمل باكت وهنعمل البقدونس ومع الكرفس. يعني عايزين نعرف البقدونس والكرفس ده فعلا بيخسس ولا لا. حست كده، حبيت اعرف ايه السر فعلا في الموضوع. فلقيته بينزل الميه الزايده في الجسم. يعني ايه؟ طبعا اوقات كتير جدا الناس اللي بتبقى اجسامهم مليانه، لا اما دهون زايده لا اما ميه زايده، فالبقدونس والكرفس بتركز قوي على الميه الزايده في الجسم، وده مهم جدا جدا جدا. بس لازم تكون عامل نظام غذائي، يعني ما تملهاش بشاميل ومكرونه ومحشي وتقول انا اخس. لا، لازم تكون عامل نظام غذائي. وكمان مفيد جدا جدا في التركيز، وكمان بيقوي الذاكره، وكمان بيحسن البشره. موجود دلوقتي في هايبر مول، تقدروا تجربوه. وكمان عاملين عليه عرض سعر جامد جدا. من الاخر، لو حياتك مكركبه اشرب البقدونس والكرفس من شركه امتنان، وخصوصا يبقى من هايبر مول. سلام.